السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. هنكمل مع بعض كورس اللوكيميا او سرطان الدم. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الاكيوت لوكيميا، واتكلمنا عن ال ALL وال AML. هنكمل مع بعض الشرح وهنتكلم عن ال CLL Chronic Lymphatic Leukemia، اول حلقة في السرطان المزمن. فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويلة، كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. كرونيك ليمفاتيك لوكيميا واختصاره CLL، سرطان الدم المزمن الليمفاوي. تعال افهمك الموضوع بكل بساطة. قالك بص يا سيدي، أنا عندي خلية اسمها الليمفوسايت، بيتم إنتاجها كالآتي: الستيم سيل هتديني خلية الليمفوبلاست، والليمفوبلاست هتديني الليمفوسايت. الليمفوسايت هيحصل لها ديفرنشيشن لبي سيل وتي سيل. لو حصل بقى ديفكت في خلية البي سيل، هنا يحصل عندي بي سيل سي ال ال. ولو حصل مشكلة عندي في خلية التي سيل، هنا يحصل مشكلة ويديني تي سيل سي ال ال. طب بص كده ان جنرال بشكل عام، السي ال ال بيصيب الاولد ايج، الناس كبار السن اللي فوق 60 سنة. وبيكون الموست كومن في السي ال ال هو النوع البي سيل. جميل. طيب بيتميز بايه؟ ان كرات الدم البيضاء هتكون عالية، يعني عندي ليكوسايتوزس، والابسوليوت كاونت للليمفوسايت اكبر من 50,000. حلو جدا. ولما بعمل بون مارو اكزام هلاحظ وجود الليمفوسايت بنسبة اكبر من 30%. خلي بالك، الليمفوسايت هتكون ناضجة بس ما هي شغالة. طب ازاي بكتشف السي ال ال؟ قالك بنكتشفه بالصدفة عن طريق اجراء الروتين سي بي سي. مريض السي ال ال هيشتكي من شوية اعراض زي الوكنس، الضعف العام، فتيج، الويت لوس، الانفكشن، والسبلينوميجالي، والليمفادونوباثي. طب بص، أهم حاجة بتميز اللوكيميا من النوع السي ال ال إن حوالي 25% من المصابين بيكونوا asymptomatic، ما بيظهرش عليهم أعراض، وعشان كده قلنا بنكتشفها باي لاك عن طريق إن احنا نعمل تحليل الروتين سي بي سي أناليسيس. تعال اقول لك معلومة حلوة جدا. بص يا سيدي، انا قلت لك ان الستيم سيل هتتحول لليمفوبلاست، بعد كده تديني ليمفوسايت، بعد كده الليمفوسايت يحصل لها ديفرنشيشن لبي سيل وتي سيل. قلنا لو حصل ديفكت في البي سيل يديني بي سيل سي ال ال، ولو حصل ديفكت في التي سيل يديني تي سيل سي ال ال. وقلنا ان الموست كومن في السي ال ال ان المشكلة تكون في خلية البي سيل. جميل. طب البي سيل دي وظيفتها ايه؟ انها بتنتج لينا الانتي بودي، الاجسام المضاده. طيب لو حصل ديفكت في انتاج الاجسام المضاده الانتي بودي يحصل ايه؟ قال لك هنا البي سيل مش هتطلع ليا انتي بودي، وبالتالي مش هتقوم بدورها، وبالتالي المريض دوت هيتصاب بالانفكشن ويحصل له انفلاميشن، نتيجه لان المريض ده هيحصل له هايبو جاما جلوبيونيميا. جميل، يعني انخفاض نسبه الجاما جلوبين في الدم. كمان ممكن يحصل عندي جيناتيك ديس اوردر. ازاي؟ قالك الكروموسوم رقم 16 هيحصل فيه ديليشن ويطلع ليا كروموسوم جديد، الكروموسوم الجديد دوت يؤدي للإصابة للسي ال ال. بص يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية عملت لي كلاسيفيكيشن حلو جدا للسي ال ال وسميته بالرايا ستيجن سيستم. جميل. قالت لك بص، انا عندي ستيج 0 وستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وستيج 4. وهنمسك عندنا الليكوسايتوزيس والثرومبوسايت والانيميا والسبلينوميجالي والهيباتوميجالي والليمفادونوباثي. وهنبدأ نشوف في كل ستيج ايه اللي هيحصل عندي. فمثلا في ستيج 0 هتلاقي عندك absolute leukocytosis more than 150,000، وهتلاقي عندك الثرومبوسايت الصفائح طبيعية أو
قريبة للطبيعي، ومفيش أنيميا، ومفيش سبلينوميجالي، ومفيش هيباتوميجالي، وكمان مفيش ليمفادونوباثي. طب ستيج واحد قالك بص بقى، هتلاقي عندك absolute leukocytosis، وهتلاقي الثرومبوسايت نسبتها طبيعية يا قريبة للطبيعي، والأنيميا قالك طبيعية يا قريبة للطبيعي، ولكن ما عندكش سبلينوميجالي ولا هيباتوميجالي، ولكن عندك ليمفادونوباثي. جميل. طب ستيج رقم اتنين قالك هتلاقي عندك absolute leukocytosis، وهتلاقي الصفائح الدموية طبيعية أو قريبة من الطبيعي، وهتلاقي الأنيميا طبيعية أو قريبة من الطبيعي، وممكن يكون في هيباتوميجالي أو اسبلينوميجالي، لكن الليمفادونوباثي مش موجودة. طب بعد كده ستيج رقم 3 قالك هتلاقي عندك absolute leukocytosis، وكمان الثرومبوسايت طبيعية وقريبة من الطبيعي، أما الأنيميا هتلاقيها 11 جرام بر ديسيليتر، وهتلاقي عندك سبلينوميجالي وهيباتوميجالي وليمفادونيباثي، كل ده موجود. طيب الستيج رقم 4 والأخيرة قالك هتلاقي موجود absolute leukocytosis، وكمان الثرومبوسايت هتلاقي فيها ثرومبوسايتوبينيا انخفاض الصفائح الدموية، وهتلاقي عندك أنيميا وسبلينوميجالي وهيباتوميجالي وليمفادونوباثي. جميل جدا. دلوقتي هنتكلم عن اللاب دايجنوزس وازاي اشخص منه السي ال ال، فركز معايا. اول حاجه هنعملها للمريض وهو الكومبليت بلاد بيكتشر، تحليل صوره الدم with blood film. هنلاقي ايه في البلاد فيلم؟ قالك هتلاقي سمول ليمفوسايت. مش احنا قلنا ان الموست كومن في السي ال ال الاصابه بتكون في البي سيل؟ قالك البي سيل دي بنسميها سمول ليمفوسايت، اما التي سيل بنسميها لارج ليمفوسايت. فهنلاقي سمول ليمفوسايت بنسبه كبيره جدا. بتتميز بايه البي سيل او السمول ليمفوسايت؟ قالك انها هتكون ماتيور، هتكون ناضجه وديفكتيف. طب شكلها بيكون ايه؟ قالك خلايا مدورة حجمها صغير كثيفة الكروماتين. لما نبص على تحليل السي بي سي هنلاقي عندنا نورموسيتك نورموكروميك انيميا، كمان ثرومبوسايتوبينيا، وهنلاقي عندنا ابسوليوت ليكوسايتوزيس. وكمان في البلاد فيلم ممكن نشوف خلية اول ما تشوفها تعرف ان انت بتلعب في السي ال ال، اسمها سمارج سيل. الخلية دي عبارة عن بي سيل حصل لها انفجار، اتكسرت أو اتفرقعت، ودي مميزة جدا للإصابة بالسي ال ال. كمان هنعمل immunological marker بتقنية الفلو سيل عشان نعرف إذا كانت المشكلة في البي سيل ولا التي سيل. فهنلاقي عندنا في البي سيل سي ال ال الاميونولوجيكال ماركر اللي انت شايفها قدامك دي. طيب في انواع تانية من السي ال ال بتكون less common او اقل شهرة. فمثلا لو حصل عندك ديفكت في البي سيل فيديك بي سيل سي ال ال، يديك شوية انواع زي ما انت شايف قدامك. ولو في ديفكت في التي سيل يديك كل الانواع اللي قدامك دي من اللوكيميا. دي كانت حلقة النهاردة في السي ال ال، اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.